إمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشرت الفترة الأخيرة عن منصات، تمام، اللي هي تبع الكاش، تمام، اللي هي انستا باي. انستا باي مش عاملة زي محفظة فودافون، لأ، انستا باي ممكن تسجل من أي موبايل عادي، لكن الكاش، تمام، لازم الشريحة تكون في الموبايل اللي أنت عايز تعمل منه تحويل. لكن انستا باي، تمام، بتعمل تسجل حساب، تمام، وبتخش عليه وبتحول عادي كأنها منصة تواصل اجتماعي، تمام. فدلوقتي من يومين كذا حد حساباتهم تتسحب، والموضوع ده يعني شغال وداير، بس اللي انتشر ومبالغ كبيرة اتسحبت كانت من يومين 3 كده، تمام. واحد اتسحب منه 40 في 25، واحد اتسحب منه 60، تمام. فالموضوع ده بيدور ازاي؟ الموضوع ده بتلاقي مثلا واحد بعت لك رابط، تمام، بيعمل اكسس على الجهاز بتاعك من خلال انك بتخش على رابط، تمام. تاني حاجة بالهندسة الاجتماعية، اللي هو بياخد منك كود التحقق بتاع المنصة، تمام، هو بيطلب كود تحقق وانت بتبعته له بنفسك، فاهم؟ يعني هو بيلعب على نقطة اللي هو يخدعك، او واحدة تخش لك مثلا وتاخدك بالكلام وبتخدعك برضو. فانت دلوقتي الموضوع بيلعب عليك انت، يعني انت الضحية في ايده. شوف بقى، هو يعني قادر يلبسك رابط، تمام، او يبعت لك مثلا زي نظام فيشنج كده، اللي هو ايه، صفحه كده مزوره زي بتاعه انستا باي بالظبط، تسجيل دخول انستا باي بالظبط. انت بتخش على الرابط ده وهتعمل تسجيل دخول للمنصه، يقول لك مثلا ايه، حصلت عمليه تحويل مثلا كذا كذا كذا، انت هتتخض فهتخش، يقول لك ايه، تاكد من عمليه التحويل الذي تمت مثلا. انت هتخش على الرابط هيجيب لك صفحه مزوره اللي هي فيشنج، تمام، زي عمليات زي صفحه تسجيل دخول بتاعت انستا باي بالظبط. انت هتخش هتدخل اليوزر نيم اللي هو الرقم، وهتدخل الباسورد، تمام، او كود التحقق. وبعد ما تعمل النقطة دي بياناتك بتروح له هو، وبيفتح المنصة. دي حاجة. ومن خلال الرابط هو بيعمل اكسس على رسائل سي ام اس، تمام. تخلي بالك من نقطة رسائل سي ام اس، تمام. لان رسائل سي ام اس بينزل عليها اقوال التحقق، تمام، اللي هو قادر يفتح اي منصة بيها، مش اي منصة عامة، اللي هي منصة زي فيسبوك وواتساب وحسابات الجيميل والكلام ده كله عامة، تمام. فانت تخلي بالك من النقطة دي كويس، عشان يعني احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا، وكله بقى بيدور على اللي هو ايه، مصالح نفسية. فانت تخلي بالك وتخلي بالك، اللي هو انت حماية نفسك عامة، تمام. تخلي بالك من اقوال التحقق عشان هتفلت منك، تمام. وبس كده نكون خلصنا، ولو في اي استفسار اكتب لي في تعليق تحت، تمام. ما تنساش تعمل متابعة، تفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. والسلام عليكم.